السلام عليكم الإخوان. انطلقت أول حصة تدريبية لأشبال الأطلس استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين. حصة بطابع خاص، فالعزيمة أكبر من أي وقت مضى والروح القتالية لا تقهر. لقد كانت كلمة السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الشرارة التي أيقظت فيهم نار الحماس. قالها بثقة وعزم: الخسارة ليست النهاية بل بداية المجد. ومنذ تلك اللحظة أصبح الأشبال نار لا يمكن إطفاؤها. وفي الجهة الأخرى خرج مشجع أرجنتيني غاضب متوعدا الأسود بالطار، لأن المغرب كان السبب في إقصاء منتخب بلاده من أولمبياد باريس الأخيرة. لكن الرد جاء من قلب الأسود، من المدافع الصلب ياسين خليفي، الذي قالها بجرأة وثقة: سوف نحمل كأس العالم إن شاء الله. حتى الصحافة العالمية انبهرت. يتسرع أحد الإعلاميين من البيرو قائلا: المغرب سيكون مدعوما بجماهير غفيرة من الشيلي، لأن الشيلي لا تحب الأرجنتين. نعم، العالم بدأ يصفق للأسود، والإيمان بالمجد المغربي يكبر يوما بعد يوم. فادعموا أبطالنا بلايك واشتراك في القناة، وشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع ليصل صدى الأسود إلى كل مكان. ديما مغرب وليحيى الوطن. لنشاهد الفيديو. نقولوا نتعلموا نقولوا الحقيقة إلا بغينا نزيدوا للقدام، وإلا بغينا نكونوا إن غروند ناسيون تاع الفوتبول. وأنا قلتها لكم مرارا وقلتها لكم قبل ما تمشيو، لأن نتوما دابا لعبنا هاد لا كومبيتيسيون، قبل منها لعبنا لي كاليفيكاتيف تاع لوناف، وغنلعبوا لا كوب دو موند، ومن بعد غادي تمشيو لي زوتر كاتيغوري ونلعبوا دوطر كومبيتيسيون. لوبجيكتيف فينال سي كون روتروف des joueurs parmi vous, l'équipe A, qui font le haut niveau. ماشي الهدف نتاعنا لأننا تقول لي ما نلعبوش كاع لا فينال، نمشيو غير لا كوب دو موند، ولكن النيفو نتاعكم يبقى طالع، ومن بعد نلقاكم في لا كوب دو موند 2030 نلقى 6 ولا 7 ولا 10 ولا نتوما كلكم. انا جو بريفير نتوما تطلع النيفو تمشيو لو هو نيفو. سي با لو ريزولتا دو لا كاتيغوري لي ديتيرمينو. وشرحت لكم بان غاني اون كومبيتيسيون سي فورماتور، داخل في التكوين نتاعكم، داخل في التكوين. يقدروا الاوتور يتفقوا معايا ولا ما يتفقوش معايا، انا هذا رايي وتنقولوا لهم في الاجتماعات، وغادي يبقى قناعتي، لأن ganó Marruecos, pero fue uno de los robos del siglo eso. Si dicen que Argentina roba, los que se vieron ese partido saben que Marruecos totalmente le robó a la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Como vemos acá, en un escandaloso final, Argentina perdió con Marruecos. La selección había llegado al 2-2 definitivo con gol de Medina, cuando el partido se suspendió por la invasión de los hinchas africanos. La página oficial de los Juegos Olímpicos lo dio por terminado. ¿Se acuerdan que el partido se había terminado? Pero una hora después los planteos volvieron a la cancha y el árbitro anuló el empate argentino por offside. Que ese día fue una locura porque el partido se había jugado a las 9 de la mañana y a las 11 todas las televisiones diciendo se juega de vuelta el partido. O sea, nunca había visto algo así. O sea, se terminó el partido y se vuelve a jugar 2 horas después. Y encima agregaron 15 minutos nomás cuando se había perdido 2 horas de partido. Y encima le anularon el gol a Argentina que estaba mal anulado. Y ahora Argentina tiene la revancha. كنشكر الدراري بزاف والصاف كاع اللي تقاتل. جينا هنايا ان شاء الله باش نتو الكاس. باقي لنا دابا ماتش واحد باش نحققوا الحلم ديالنا، ونعرفوا اللي عندنا ان شاء الله الماتش الجاي دابا نستراحوا. 1-0. Lamentablemente Colombia se quedó en semifinales, mientras que Marruecos le ganó por penales a Francia. Marruecos-Argentina, la final del Mundial Sub-20, una final inédita para jugarse en Santiago. Por supuesto que Marruecos va a ser local, ¿no? O sea, ¿queda alguna duda que Marruecos va a ser local en Chile? Va a ser local en Chile, definitivamente Marruecos va a ser local en Chile, no queda ninguna duda. Marruecos ante la Argentina por la final.